يا صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا باللبن والخل بس يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده. معايا كيلو من اللبن كامل الدسم، حطيته على النار عشان يغلي. هقلب فيه لغاية ما يغلي كده عشان يطلع الميكروبات اللي فيه. ابتدى يغلي هنا كده زي ما انتم شايفين. هقلب فيه شوية برضو عشان يطلع كل الميكروبات اللي فيه زي ما قلنا، وبعد كده هوطي عليه النار وهنزل باربع معالق من الخل. الوصفة دي حلوة جدا، بسيطة جدا ومش مكلفة وحلوة جدا للمعدة، رائعة يعني بصراحة. زي ما انتم شايفين كده قلبت اللبن ابتدى يعمل تكتلات، هيعمل زي ما يكون ايه، هيقلب معانا بجبنة كده زي ما انت شايفة طبعا، بس احنا مش هنعمل جبنة يعني. تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا ايه الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة. قلبته كده لغاية ما بقى ايه، في تكتلات. طفيت عليه النار زي ما انتم شايفين كده وسيبته يهدى شوية. بصوا قلب على جبنة خالص ازاي، بس زي ما قلت لكم هي مش جبنة. هبدأ بقى اصفي الايه الشرش ده اللي فيها. والشرش اللي فيها ده يا جماعة حلو جدا، تشيلوها ينفع لمعجنات، ينفع لبيتزات، ينفع لأي حاجة، حلوة جدا يعني. ده كنز بصراحة ما تخسروهوش. هنبدأ نصفي بقى الجبنة اللي طلعت دي زي ما انتم شايفين. صفيتها كويس جدا وجبت المعلقة كمان وقعدت اصفي بيها لغاية ما تنزل كل المية اللي فيها. لازم المية دي كلها تنزل منها. سيبيها شويه لغايه ما تتصفى وبعد كده ايه ابداي اشتغلي بيها. صفيتها خلاص، وقلنا زي ما قلنا الشرش ده هنحتفظ بيه في الفريزر. جبت الكبه هنزل فيها بقى بالجبنه اللي طلعت دي. بعد ما صفيناها بننزل بيها كده في الكبه. حطينا الجبنه كلها كده بقى، هنبدا ننزل عليها بنص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره من الملح. وهطحنها كويس جدا في الكبه لغايه ما تنعم معايا خالص. هنطحن كويس جدا لغايه ما ايه، ما تنعم معايا زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انتوا عرفتوا دلوقتي بقت ايه، هي اللبنه السوري يا جماعه زي ما انتوا شايفينها، جميله جدا. بصوا بعد ما طحنتها جميله جدا وناعمه ازاي، رائعه. ما فيهاش ميه ولا تكتلات ولا اي حاجه، بقت عامله زي الزبده كده. رائعه اللبنه السوري دي، من اجمل الاكلات يا جماعه، حلوه جدا ومرطبه للمعده وحلوه جدا للدايت، رائعه بصراحه زي ما انتوا شايفين كده. بقى الشكل النهائي بتاعها ده. هنا بقى لو مش عايزه تحطي عليها زيوت ولا اي حاجه، ممكن تحطيها على التوست كده وتاكليها مع كوبايه شاي بلبن. من الاخر بصراحه يعني مفيش اجمل من كده، ومرطبه جدا. ممكن تاكليها بالليل مرطبه جدا، ما تعملكيش حموضه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين كده. مع حته خياره مع كوبايه شاي بلبن جميله جدا. هنا بقى نبدا ايه، ننزل عليها بمعلقتين زيت زيتون. وهنزل عليها كمان بزعتر، لو عندك حبة البركة وعايزة تحطيها حطيها، بس انا اكتفيت بالزعتر. وهنزل عليها معلقة بابريكا كده برضو. عايزة تحطي عليها شطة، بابريكا، زعتر، حبة البركة، اي حاجة انت حباها حطيها. يديها طعم حلو جدا مع قطعة الخيار مع حتة التوست كده. من الاخر بصراحة واحلى اكلة، حلوة جدا ومفيدة وصحية زي ما انتم شايفين كده، وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.